الفل عليكم. النهارده هنعمل طبق لوبيا، ومعانا حته لحمه كده اهي حلوه اهي. هنعمل بقى معاها لوبيا. هننزل بقى كده قبل ما بسلق اللحمه، بحب اشوحها كده الاول. طبعا دي حته عرق اهي، شوحها كده الاول وبعدين انزل عليها بميه مغليه والحاجه بتاعتها بقى. طبعا بص، احط لهم للحمه، بحطها للحمه، للكوارع، للفراخ العتائي، 4 نقات كده. وطبعا عشان اللحمه كانت حمرا فانا حاطه لها معلقه سمنه بلدي اللي كنت بشوحها بيها. النقع ده حلو قوي قوي قوي، واللي ما عندوش نقع يحط حبه سكر، ريحه السكر كده يا بنات. هنا بقى اللوبيا ده قد ربع كيلو لوبيا كده. حاطه له النقايه حلوه قوي. لازم يا بنات تنقوا اللوبيا حلوه قوي. دي اللوبيا اللي هي الصغيره ام عين سودا، في منها مستورده وفي منها وفي منها بلدي وفي منها مستورده. لازم تنقوها حلوه قوي عشان بيبقى فيها توم وعفش كده صغير. حاطه لها بقى، غسلتها حلوه قوي بعد ما نقيتها، وحاطه لها بقى حبه كمون وحبه سكر عشان بتعمل غازات. نعمل بقى التغذيه بتاعت اللوبيا. اللوبيا اهي انا سلقتها ودلقت ميتها، واللوبيا ديت لازم تدلق ميتها لانها بقوليات واستوت اهي. تفرق عن الفاصوليا البيضاء ان الفاصوليا البيضاء بتتنقع قبلها وتتسلق وبنلم ميتها. انا بحاول عشان البخار بيجي عمال يجي على الموبايل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. دي صلصه كنت مفرزاها ومسبكاها. مرقه دجاج، فلفل اسمر، 7 بهارات. لسه احط لها الملح واحط لها ريحه سكر شويه كده صغيره عشان الحموضه بس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. ده فطرنا النهارده. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونوش باللايك والشير. اللوبيا بتاعتنا العسل اهي. كل سنه وانتم طيبين.